في مشكلة أزلية بتواجه النادي الأهلي كل موسم، وإيه هي المشكلة الأزلية؟ مشكلة الأجانب. إن أنت المفروض يبقى عندك 5 أجانب بس في القائمة بتاعتك، وأنت بتبقى محتاج أكتر من كده. محتاج إن أنت تجيب لاعب واثنين وثلاثة وعشرة أجانب، بسبب إن أنت عندك نقص في اللعيبه المصريه. اللعيبه المصريه بتاعتك مش بتأسس صح. اللعيبه المصريه بتاعتك لا، كواليتي اقل بكتير جدا من الناس اللي بره، او الناس اللي انت محتاجها في النادي الاهلي او في اي نادي تاني مصري. طيب سؤالنا ايه بقى؟ سؤالنا ليه الاتحاد المصري ما يخليش عدد الاجانب 8 مثلا بدل 5؟ يعني احنا دلوقتي شايلين علي معلول من القائمة عشان نجيب مهاجم او عشان نجيب محمد علي بن رمضان. ليه ما يبقوش 8؟ ليه؟ وكل نادي يبقى عنده 8، والدوري بتاعك يبقى عظيم عريق مدجج بالنجوم الاجانب وعامل سكورات عالية جدا. هيبقى الدوري بتاعك خرافي حرفيا. طيب وجهة نظر على الموضوع ده ليه؟ بسبب رقم 1 صعوبة العملة. عندنا نقص في العملة ومشاكل العملة اللي كلنا عارفينها، ده رقم 1. رقم 2 من وجهة نظري برضو المنتخب المصري. لما انت يبقى كل اللي عندك اجانب، فانت سيادتك مش هيبقى عندك منتخب مصري. المنتخب المصري بتاعك كله مصريين بس ايه؟ مفيش. فين الكواليتي؟ ما عندناش. عاملين ايه طيب؟ مفيش. كل اللي حلوين معانا اللي طالعين، المصريين على قد حالهم. فانت بقى لما هتجيب كله اجانب، فاللاعيبه المصريه هتقعد في بيوتها، هيقعدوا في البيوت مش هيشتغلوا. ليه؟ عشان انت جايب كله اجانب. فالمنتخب المصري بتاعك هيبقى اوحش من الوحش، لان هو دلوقتي وحش، فهو يبقى اوحش بقى، لان انت مش هتلاقي حد يلعب في المنتخب المصري ان كل الدوري بتاعك هيبقى اجانب. ده حتى ممكن تلاقي مصر المقصه في الدوري الرابع ولا الثالثه عنده اجانب. فهي دي المشكله. طيب دي ليه مشكله؟ طب ما تسمح للانديه الكبيره ان هم يبقى عندهم مثلا 8 اجانب. مش كل الانديه. ليه لا؟ فهي ده بصراحة سؤال غريب جدا جدا بالنسبة لي، وسؤال ليه يا عم ما تظبط الدوري بتاعك؟ انا فاهم ان انت خايف على المنتخب المصري، بس المنتخب المصري بتاعك كده ضايع. طيب ما دام هو كده ضايع، ظبط بقى الدوري المصري واشهر الدوري المصري بتاعك وعرف الناس بانجازات مصر والدوري المصري. لكن اصلا المشكله عندك من العمق. المشكله عندك من عمق الزجاجه والناشئين، ان انت ما بتساعدش ناشئين صح. انت لو بتساعد ناشئين صح زي الدوله الشقيقه المغرب اللي بتطلع نجوم مدججه، فانت هتبقى دوله عظيمه قويا. اعمل ناشئين صح. سيبك بقى من الواسطه والكلام والفلوس والحوارات دي. لا، طلعوا لعيبه صح. دي وجهة نظري في الموضوع كله. قولوا لي برضو ايه رأيكم في الموضوع.